النيابة العامة بالجديدة تمدد فترة الحراسة النظرية لإلياس المالكي. وقبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. أمر وكيل المالك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة صباح اليوم الأربعاء بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق صانع المحتوى المشهور إلياس المالكي في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة يوم غد الخميس. وحسب المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى النيابة العامة قبل انتهاء هذه المدة. ويمكن للنيابة العامة بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليها أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة إذا كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي ذلك. يذكر أن توقيف المالكي جاء على إثر الشكايات التي تقدمت بها ضده هيئات النقابية تابعة لسيارات الأجرة، كما تم البحث مع المالكي حول ظروف وملابسة العثور على كمية من المخدرات كانت بحوزته لحظة إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية.